بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما يا رب ان شاء الله بإذن الله على خير. النهارده هعمل معاكم اول روتين ليا في القناة، وهيكون مش روتين سهل خالص، وهنبدأ بالحاجة اللي بتبقى يعني اي واحدة بتبقى خانقاها بقى في البيت، هو البوتاجاز. شايفين طبعا المنظر عامل ازاي؟ سوري يعني قذر بمعنى كلمة قذر. انا بقى خلولكوا جديد لان اكنه لسه طالع من الكرتونة. بس عايزة منكم حاجة، اللي يشوف الفيديو بتاعنا كده وربنا هيكرمه بان يشوف الفيديو بتاعنا يعمل لايك ويشترك في القناة، ويدخل كده بكومنت كده جميل عشان يثبت وجوده معانا في القناة، وهتشرف بكل واحد هيعمل لايك، وهتشرف بكل واحد يعمل اشتراك في القناة عنه. هنبدأ اول حاجة بقى ونعمل ايه، نجيب كده حلة كده على البوتاجاز ونحط عليها شوية مية ونغلي فيها المية. حلة قديمة حلة جديدة زي ما ايه، زي ما تحبي، مش فارقة. هنغسل بقى العيون بتاعة البوتاجاز، وهنغسل الحمالات او الحوامل اللي بيقولوا عليها، زي ما ايا كان اسمها. عايزه اقول لكم البوتاجاز ده مش بقاله مش فتره ولا حاجه والله، يعني هو تقريبا اسبوع بالظبط كده. قلت عشان اعرف اعمل الفيديو سبته اسبوع. بس في بوتاجازات بتسيبيها يعني اسبوع تلاقيها ما بهدلتش او ولا حاجه، مش بتتقبل احتراق شويه، ما بتحرقش قوي يعني. وفي بوتاجازات يعني ما شاء الله عليها في يوم وليله تلاقيها ايه اكنك طبخ عليها فرح. وهنبدأ بقى نحط ايه عيون البوتاجاز في اي وعاء عندك، وعاء بلاستيك، اي وعاء يعني حباه بس. هنحط بقى دلوقتي البيكنج باودر. لو انت مش عندك البيكنج باودر عايزه اقولك ممكن تحط الكربونات، وانا ساعات بحط الكربونات كتير جدا، بس في اليوم ده ما كانش متوفر ايه عندي الكربونات، فحطيت ايه كيس بيكنج باودر. هحط بعدها الخل، زي ما انتوا شايفين ده بغطي يعني بكميه كويسه من الخل، يعني مقدار كوبايه كده او فنجان شاي. دي ملح ليمون، تحط برضو مقدار كويس. تحطي مقدار الملح الليمون هو نفس مقدار البيكنج باودر، يعني معلقتين بيكنج باودر ومعلقتين ملح ليمون، تبع الحالة اللي قدامك كده يعني. هنحط بقى ايه شوية اريال او شوية صابون سائل. يبقى المكونات بتاعتنا كيس بيكنج باودر او كربوناتو. عايزه اقولك ان انا نزلت بالميه المغليه، هي اللي عملت كده يعني فوران ده. بصوا عملت ازاي. هقول مكوناتي تاني. بيكنج باودر او كربوناتو، فنجان شاي خل، ملح ليمون، شوية اريال وصابون سايل المتوفر عندك. بتحطي كل حاجة متوفرة عندك، تزيل الدهون والالتساخات والحاجات دي كلها بتحطيها في المياه المغلية عشان تساعد برضو على ايه تسهيل عملية التنظيف. طبعا شايفين عيوننا عامله ازاي، يعني صعبه هنسيبها بقى فتره طويله، يعني طبيعي ان ممكن اسيبها ليله بحالها، يعني اعمل دي من بالليل واقوم الصبح ان شاء الله باذن الله انضف الايه العيون. بس انا في اليوم ده استعجلت صراحه وعايزه اخلص عشان خاطر ايه كان ورايا يعني اكل اطبخه كده، فمش وقت ان أنا اسيبه تاني يوم، لان كان يوم هقوم اشتغل في الاكل على طول. فقلت لا، استعجلت ورحت ايه قعدت اعمل فيها وحاولت فيها، يعني كان تعب شق عليا جدا صراحه. الحاجة لما بتسيبيها براحتها بتريحك برضو. هندخل بقى في الايه الحوامل بتاعه البوتاجاز. انا مش عملت بالمكونات اللي احنا عملناها من شويه، لا غيرت. عندي معجون اللي هو الهلوبه ده، اللي هو البرطمان الكبير ده. جايباه برضو حلو على فكره، جميل جدا جدا. بس انا حبيت برضو اقول لكم الوصفه دي، ممكن بالمعجون اللي هو الهلوبه ده ان احنا نعمل تنظيف لعيون البوتاجاز والبوتاجاز نفسه وكل حاجه. بس انا حبيت، يعني في ناس مش قادره تجيب البرطمان المعجون ده او مش متوفر عندها، فحبيت اعمل مكونات موجوده من البيت عندك، برضو دي هتقضي بالغرض. غطيت طبعا الحوامل بالمعجون بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لك انت ممكن تسيبيها ساعه اتنين تلاتة براحتك خالص، تبع ما انت شايفه الحوامل عندك عامله ازاي. في بيبقى مش متسخه او في نص نص كويسه، طبعا ما انت شايفاها. هنجيب بقى سلكه كده ونحاول ندعك البوتاجاز شويه بشويه. عايزه اقول لك العين دي عشان دايما هي اللي استعمال عليها اكتر حاجه، بتبقى صعبه جدا. العيون التانية بتبقى سهله لان بيبقى الاستعمال بتاعها قليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا معانا على سيدنا محمد يا جماعه، نكسب ثواب مع بعض.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. طبعا انا جبت المعلقه برضه عشان تساعد، لان صراحه حسيت ان ان عمليه صعبه خالص. وبعدين كمان انا ما سبتهاش، المفروض تسيب الحاجه دي فتره طويله شويه، يعني يعني ساعه على الاقل ولا حاجه بالميه السخنه ولا حاجه عليها كده تغطيها. بس انا زي ما قلت لكم كنت مستعجله، ان صراحه كان عندي شغل تاني يوم لازم اروح، يعني اكون محصل البوتاجاز، كان وقت ضيق بالنسبه لي يعني بالاصح. شايفين بقى البوتاجاز بقى 100 فل و10 غاز، والعيون بقى بتلمع ازاي، وكرة البوتاجاز وكل حاجه الازاز وكل حاجه ظبطناها وخليناه اكن لسه جديد، لان زي ما قلت لكم في اول الفيديو ولسه طالع من الكرتونه. بس الكلام ده مش معانا طبعا، لا الحمد لله، الحمد والشكر ليك يا رب. هندخل بقى ندخل نعمل العيون البوتاجاز، يلا بينا بقى يا حبيب قلبي نخش على التقيل. هو اصعب حاجه البوتاجاز نفسها. بصوا انا سبتها، ما فيش يعني، مش عايزه اقول لكم يعني سبتها نص ساعه، المفروض تساب يعني ساعتين 4، تساب نص يوم، تساب يوم ليله كامله. بس زي ما قلت لكم انا مستعجله صراحه، ورايا شغل كتير تاني. فما صبرتش. العين دي يعني كانت سهله التنظيف معايا، عشان دي مش يعني زي ما قلت لكم العيون دي ما بستعملهاش قوي، يبقى الحاجات اللي هي الفرعيه على جنب دي. لكن العيون اللي بستعملها على طول والضغط عليها اكتر بتبقى صعبه جدا. زي ما ماسكه المعلقه برضو بحاول اطلع برضو الحاجات خشنه شويه مش نافعه بالسلكه. اللهم صل على سيدنا محمد. وزي ما قلت لكم الخامه برضو مساعده على ان الحاجه يعني صعبه في انك تطلعيها. يعني خامات البوتاجاز بتفرق جامد جدا جدا في التنظيف، يعني ده اتضح لي من ان انا شفته مع البوتاجاز ده. خامات البوتاجاز بتفرق جدا 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 حبيب قلبي. فلما تشتروا حاجه يعني الواحد ما يعني ما يبصش للسعر، لا يبص للخامه، يبص للحاجه اللي زي كده عشان ينفعوا بعدين. هتسهل معاك في التنظيف، الفرن بتاعه مش هيتعبك، الشوايه مش هتتعبك، العين مش هتبقى فيها مشاكل كل شويه. لا ده صراحه البوتاجاز عايزه اقول لك ان ده كله مشاكل. فانا لو حابين اقول لكم زي ما قلت لك قبل كده، وعايزين اقول لكم نوعيته عشان تتجنبوا حاجه زي كده، ما عنديش اي مانع. اكتبوا لي في كومنت وانا ما عنديش اي مانع. العين دي كانت صعبه جدا جدا، يعني كنت قلت يعني يا ربي يعني كانت صعبه خالص لدرجه ان انا كنت يائسه انها تنضف. زي ما قلت لكم البوتاجاز اللي قبله كان سهل جدا في التنظيف جدا جدا، مهما كانت السخات ومهما كانت المده اللي انا سايباه فيها. غير ده خالص. فكنت انا ما اعرفش بقى ان هو يقعد يعني يبقى صعب كده غير لما جيت اعمل لاول مره. هو عايزه اقول لكم البوتاجاز لسه جديد، يعني لما يعني يعتبر ده اول روتين ليا في تنظيفه، اول روتين قوي لتنظيفه، اول مره اسيبه، وهو يعتبر ده اول اسبوع اشتغل فيه. يعني المفروض ان هو مش يبقى صعب للدرجه دي. المهم الحمد لله الفيديو بتاعنا بسيط خالص، مش تقيل ولا حاجه. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. اتمنى اللي بيشوف الفيديو لاول مره يدوس لايك كده ويشجعنا عشان ينشر الفيديو لاكبر عدد من الناس. والقناه بتاعتنا لسه جديده عايزاها تكبر حبايب قلبي بيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويشجعنا كده. يلا بقى يا حبايب قلبي كده شجعونا كده بلايك كده جميل كده، وشرفوني بكومنت كده عشان تفرحوني بيكم كده وتثبتوا وجودكم في القناه. وكمان اشتراك اللي ما اشتركش لحد دلوقتي بيتفرج من غير ما يشترك، يا ريت تشرفني ويكون شرف ليا على دماغي باشتراك لي في القناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البوتاجاز بتاعنا بقى زي الفل ما شاء الله، ولا حول ولا قوه بالله. هو اي نعم يعني خامته مش قد كده. تعالوا بقى شوفوا الحلاوه والجمال. بصوا بقى البوتاجاز وصل لايه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكله يبص عامل ازاي، ولا كأنه طالع من الكرتونه. وظبطناه وهيئناه وعملنا له كمان مفرش بقى، ولمعنا السيراميك اللي حواليه. وخلاص بقى خلاص كده نحطه في كرتونه تاني. يا ريت والله احطه في كرتونه ارجعه تاني. الحمد لله على اللي يجيب ربنا. اشوفكم على خير، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.